هلو هلو هلو، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا شيماء، ودي قناتي. اهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناه. قبل ما نبدا الفيديو احب اقول لكل لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويسيب لنا لايك وتعليق حلو كده زيكم. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتعملي ايه النهارده؟ هنعمل النهارده الغدا مع بعض، سهل كده وبسيط وسريع وان شاء الله يعجبكم. اول حاجه كده بدات ان انا عملت كوبايه شاي، شاي بالقرفه. طعمه حلو قوي، كنت جايباه من ليبتون. طعمه حلو وريحته حلوه جدا. عملت كوبايه شاي وقلت بقى احطها جنبي كده ونبدا في الغدا بتاعنا. اول حاجه هنا انا عندي فراخ، وركين فراخ، وعندي بصل وثوم وطماطم وفلفله وبهارات وليمون وكاتشب ودبس رمان وخل. هنعمل تتبيله حلوه كده للفراخ وكمان زبادي. هعمل تتبيله حلوه كده للفراخ عشان انا عايزه اشويها في الشوايه، فعايزاها تبقى طريه برضو ومستويه معايا. فيها تتبيلها كده تتبيله خفيفه وسهله ان شاء الله باذن الله تعجبكم. حطي لي لايك بقى يا حلوه كده واشتركي في القناه. جبت هنا زي ما انتوا طبعا عارفين انا غاسله الفراخ كويس جدا، ونقعاها بقى بدقيق بدقيق بليمون بسكر بملح بكربونات وبطحينه كده، يعني ما حطيتش عليها خل. وغسلتها وخليتها بيضه معايا زي الفل. وجبت هنا بقى، انا شلتها طبعا من ده كله شطفتها. وجبت هنا زي ما انتم شايفين طماطمايه فلفلايه، تومايه، لا نص ليمونه. وهبدأ احط عليها بقى شوية بهارات وبصلاية طبعا. وهبدأ احط عليها شوية بهارات. احط عليها طبعا كمون كزبرة، ملح، مش هحط سكر، هحط دبس رمان، احط خل، احط بابريكا، كمان احط بهارات مشكلة من ماجي اللي هي بتاعت الفراخ المشوية، بتديلها طعم كده حلو، تديلها طعم حلو. وهضيف كمان عليها معلقتين كاتشب، على كمان معلقتين دبس رمان. هما كانوا اخر حاجة كده في الازازة فقلت افضيهم. وهضيف عليهم كمان معلقتين زبادي او 3 معالق زبادي. الزبادي ده انا كنت عاملاه في البيت. بصوا حلو جدا ماكينة الزبادي دي حلوة قوي قوي بصراحة. بتوفر عليا كتير يعني. بجيب كيلو اللبن واعمله زبادي، بصراحة بيقعد عندي وطعمه حلو جدا. ما تفرقهوش خالص عن الجاهز، ومتماسك وحلو جدا. هجيب بقى طبعا زي ما انتم شايفين كده، هاخد معلقتين زبادي كبار، احطهم على تتبيله واضرب كل التتبيله دي مع بعض. وبعد كده نضيفها على الفراخ. شايفين زي ما انتم شايفين كده، ضربتها كويس جدا مع بعض وحسيت ان الزبادي خلاص اندمج معاهم. بعد كده هاخد بقى الفراخ ادخلها في السيخ بتاع الشوايه ونضيف عليها التتبيله دي. التتبيله دي حلوه قوي قوي الفراخ على فكره، بتخلي الفراخ طريه كده وبتدي لها لون حلو لما بتتشوى في الشوايه. بتدي لون حلو وبتطلع الفراخ كده ايه، حلوه يعني لونها حلو وكمان طريه من جوه، مش ناشفه مش مجلده، لا، طريه وحلوه من جوه. الزبادي بيساعد انها تبقى طريه كده. زي ما انتم شايفين هجيب بقى، هو الوركين ما كانوش كبار قوي. لو الفراخ كانت كبيره كمان كانت هتبقى حلوه اكتر. لكن الفراخ دي كانت صغيره، هي ما خدتش حاجه في السوا يعني سريع كده استوت. بس انتي هدي عليها نار عشان ما تاخدش لون وتتحرق منك. هدي النار، خلي النار مثلا 150 100، وسيبيها مع نفسها ساعة ساعتين، هتستوى وتاخد لون حلو جدا. لان لو عليتي النار على الشواية هتقوم ملهوفة من بره ويبقى لسه فيها مثلا دم او لسه ما استوتش. فانتي لا، هدي النار وسيبها مع نفسها. يعني انتي مثلا لو هتطبخيها النهارده تبليها من بالليل وخديها حطيها الصبح في الشواية وسيبيها. لو هتتغدوا مثلا على الساعة 2 3، شغال عليها من الساعة مثلا ايه 11 ولا الساعة 12. تاخد لها ساعتين كده في الفرن، تطلع معاكي مستوية جدا وكمان طرية خالص ولونها حلو جدا، لا هي محروقة ولا حاجة. زي ما انتم شايفين كده.
هاخد بقى التتبيله اتبلها كلها. انا جبت قارب ياخد العود بتاع الحديده بتاعت الشوايه، هتبلها في قلب القارب ده بالسيخ كده زي ما هي، عشان بس كل اللي انا اعمله ان انا اشيل السيخ ده احطه على الحامل بتاعه، واحط القارب تحته، احط في القارب شوية مية واحط تحته، عشان خاطر المية طبعا تسخن تطلع بخار على الفرخة، الفرخة تفضل طرية معاكي. لكن لو حطيتيها كده وما حطيتيش تحتيها مية، هتفضل الفرخة تستوى وتنزل العصارة طبعا بتاعتها وتفضل ناشفة، يعني هتلاقيها نشفت معاكي. فعشان تطلع طرية زي اللي احنا بنشتريها من بره، حطي القارب فيه شوية على حتى اللي باقي من التتبيلة ده، حطي عليه مية بتغلي ودخليها الفرن مع الفرخة تستوى كده وتطلع زي الفل. خلاص كده هي جاهزت، هسيبها اركنها شوية ونولع عليها بقى بعد شوية. جبت هنا هعمل ايه مع الفراخ، هعمل هنا مع الفراخ خضار سوتيه، عبارة عن كوسة وقرنبيط وفلفلة وبسلة وجزر. تمام، فلفلة الوان وجزر وفص ثوم. ده الخضار اللي عندي، وده اللي انا هعمله وجزر، انا قلت جزر. وهشوحه. لو انت عندك بقى فاصوليا خضراء تمام، لو عندك بروكلي حلو قوي. انا ما كانش عندي بروكلي، فقلت بدل البروكلي يعني قلت استخدم القرنبيط. ماشي، قلت استخدم القرنبيط مكانه. فالقرنبيط حلو، هو زي البروكلي يعني مش بيختلف حاجة يعني. بس انتي عشان تضمني ان الخضار السوتيه ده استوى، انتي ممكن تحطي فيه الميكرويف على حوالي 5 دقايق من غير ميه من غير اي حاجه، تدخلي بس كده تقطعيه زي ما انا مقطعاه، بس حوشي الفلفله وحوشي البسله منه، ودخلي الكوسه والجزر والقرنبيط الميكرويف حوالي 5 دقايق، هيستوى. كأنك بالظبط سويتيه على البخار، هيستوي وتطلعي تشوحيه بقى على النار بشوية زبدة وفص ثوم. طيب لو انا مش عايزة اعمله في الميكرويف، ممكن تعمليه على البخار، تحطيه في صينية، في مصفى قصدي، وتحطي تحته مية والميه تغلي طبعا وهو يستوي على البخار. طب لو مش عايزه اعمل كده، انت ممكن تسلقيه، تغلي الميه الميه تغلي جدا تفرق كده، وتقومي منزلاه ياخد بس غلوه واحده مع الميه وتطلعيه. ده كذا حل اهوت عشان تعمليه بيه. انا بصراحه ما بفضلش اللي هو المسلوق ده، لان سمعت ان هو بينزل كل الفوائد بتاعه الخضار في الميه، يعني ما بتستفاديش من قولوا معايا الفوائد والفيتامينات بتاعة الخضار. فانا ساعات بدخله الميكرويف وساعات بعمله على البخار. انا هنا هدخله الميكرويف لان كنت مستعجله، فهدخله الميكرويف على 5 دقايق. عندي يعني برنامج كده في الميكرويف للخضار الطازه، الخضار الطازه بدخله وهو حوالي دقيقتين ونص، بعمله على 5 دقايق بيطلع معايا تمام. انا قطعت الخضار ورشيت عليه شويه ملح على ما اخلص بس اعمل السلطه. هنعمل النهارده نوعين سلطه، هنعمل سلطه الزبادي بالخيار، وهنعمل سلطه خضراء. هنحط بقى السلطه الخضراء دي فيها حاجات كتيره بقى، هحط فيها جزر، طماطم، آم، خيار، فلفل الوان، هقطع عليها بنجر، هقطع عليها واحده كيوي، وكمان هاخد شوية رمان احطهم عليها. السلطة دي بتبقى طعمها فعلا حلو جدا، بتبقى جميلة كده وغنية بالخضار والفواكه، بالفواكه كمان، يعني محطوط عليها 1 كيلو ومحطوط عليها رمان، بتبقى حلوة قوي. ولو عايزة تقطعي عليها سبانخ بتبقى حلوة جدا. لو عايزة تحطي عليها جرجير برضو تقبل معاكي، يعني تبقى جميلة وطعمها حلو. انا هنا قلت انا كان عندي سبانخ، بس قلت لا مش هقطع عليها سبانخ النهارده عشان انا عامله كمان اصلا خضار سوتيه، فقلت لا بلاش سبانخ. وحطيت بس زي ما انتم شايفين جزر، فلفل الوان، طماطم، خيار، حطيت بنجر. انا بصراحه ما بسلقش البنجر، بس باخد البنجريه اقطعها كده نص بنجريه، اقطعها مكعبات صغيره وبحطها، انا بحب طعمه كده عموما. ومعاها كمان 1 كيوي، ومعاها شوية رمان، واحط عليها شوية كمون شوية ملح وخلاص، وعصرة ليمونة، وخلاص السلطة كده بقت معايا جاهزة.
بقية الخضار طبعا بحطه في علبة واغطيه، تاني يوم بستخدمه عادي خالص. لو عندي خضار، يعني لو عندي مثلا فلفل الوان باقية، بصلاية كده يعني. طيب تعالوا بقى نعمل ايه هنا. هنعمل هنا سلطة الزبادي بالخيار. انا جبت هنا حوالي خيارتين، قطعتهم حلو جدا، يعني عايزة تبشريهم وبشريهم، بس انا قطعتهم مكعبات صغيرة. وجبت هنا علبتين زبادي، دي العلبة اللي انا كنت واخدة منها نص الكوباية، يعني اللي انا كنت واخدة منها للفراخ. وجبت كمان كوباية تانية الزبادي البيتي، بصراحة طعم تاني، حلاوة تانية على فكرة، جربوه. يعني لو انت ما عندكيش مكنة زبادي، اشتري لك مكنة زبادي. انا شارية اللي هي السوني، حلوة جدا ممتازة، مش وحشة. وكمان سعرها كويس خالص، مش غالي. وحلوة جدا بصراحة، هي بتعمله كويس جدا معايا، مش بتطلعه حلو قوي يعني. يا دوبك بجيب نص كيلو لبن، بحط عليه معلقة عسل نحل، وبحط عليه معلقة لبن بودر، وكوباية الزبادي اللي بشتريها من بره، اللي هي زي الخميرة المفروض بتاعة اللبن. وبدفي يعني اللبن بغليه وبسيبه يدفى خالص، واحط عليه المكونات دي، اضربها كويس مع بعض، واصبها في الكوبايات، واحطها في مكنة الزبادي لمدة 7 ساعات، 8 ساعات، 5 ساعات، على حسب يعني، من 6 ساعات ل8 ساعات. بيطلع معايا زبادي حلو جدا، عامل وش زي اللي بره، ناعم جدا جدا جدا، وطعمه جميل قوي. جربيه ان شاء الله، باذن الله يعجبك. وانصحك ان انتي تجيبي مكنه الزبادي ديت وتعملي زبادي في البيت ان شاء الله. باذن الله ابقى اعمل لكم ريفيو عن المكنه، ونعمل الزبادي مع بعض فيه، وهتتبسطوا جدا مني بصراحه. انا خلاص عملت كده زي اللي هو سلطه الزبادي. حطي لي بقى لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، اوعي تنسي. جيت هنا بقى ايه اعمل الخضار السوتيه. انا خدته طبعا، حطيته في الميكرويف حوالي 5 دقايق، وطلعته من الميكرويف كان خلاص استوى. طلعته من الميكرويف، حطيت هنا قطعة زبدة، وهنزل عليها بفص الثوم. وبعد ما ياخد تشويحة كده واحس ان الثوم طلع ريحته كده، هنزل عليه بقى بالخضار. هنزل عليه الاول بسلة، لان انا محطتهاش في الميكرويف لانها كانت متفرزة، فهنزل بالبسلة اخدها تشويحة الاول. وبعد كده انزل بالجزر، انزل بالجزر، الكوسة، القرنبيط. واخر حاجة احطها الفلفلة، لان انا بحب الفلفلة انها تقرش شوية. كل المكونات دي على فكرة، يعني كل الخضار معانا هو معمول في الميكرويف، فتحسي ان لسه فيه القرشة دي، تفهماني، لسه فيه الحتة اللي هي التكة دي، مش مستوي قوي، مش مهري يعني. خدته بقى طبعا، خدت البسله كده، خدت تشويحه مع التومه، وحطيت الجزر. وبعد كده هنزل بالكوسه والكرنبيط والفلفله الالوان، واخد كل ده تشويحه. لما احس ان الخضار اتلسوع كده، هنزل عليه بشويه بهارات. عايز تحطي كمون، زي ما انتم شايفين انا كنت حطيته في الميكرويف، طالع زي الفل ما شاء الله. احط بقى عليه كمون، احط عليه كزبره. عندي بهارات من اللي هي بتاعت كنور، اللي هي بتاعت اللحمه دي حلوه قوي. لو في بهارات من بتاعت الفراخ اللي هي البودر مثلا، حلوه كمان. وهنزل عليهم بشويه ملح، وخلاص كده تمام. ياخد بقى التشويحه مع الزبده، بيبقى طعم الخضار بصراحه حلو جدا وصحي جدا جدا. انا يعني انا ما باكلش رز بقالي فتره ولا عيش، مش قطعاه قوي ومش باكلوش قوي، بس انا لو باكل في البيت عموما، وعامله الغدا انا في البيت وما خرجتش بره اكلت بره يعني، ما باكلش لا رز ولا عيش. اه باكل اكل بزبده، بس ما باكلش لا رز خالص، ما باكلش نشويات ولا بطاطس ولا حاجه. ما باكلش غير الحاجه بالخضار. ولو عايزه اعمل مثلا بيض بعمله بالزبده، اي حاجه بعملها بالزبده. منع طبعا الزيوت خالص، الزيوت النباتيه منعها خالص. لو في زيت زيتون بستخدمه، مفيش زيت زيتون بستخدم الزبده الفلاحي اللي هي جاموسي او البقري، زي ما انت عايزه، او الزبده اللي هي المصنعه، بس ما تكون يعني ما تكونش غير مدهرجه دي، ما تكونش يعني اللي هي المصنعه قوي يعني. انا بستخدم الزبده اللي هي العمومه الفلاحي، البقري او الجاموسي.
والاكل بصراحه يا جماعه بالطريقه دي صحي جدا وحلو جدا، ولو عايزه تخسي او عايزه حاجه، لا بصراحه بيساعدك كويس جدا انك تخسي. بصراحه بيعليش السكر بقى الدم يعني يعني النشويات مضره عموما، فنحاول بقدر الامكان نبعد عن النشويات. هنا خلاص الفراخ كانت خلاص طلعت، استوت. أم- بصوا مستويه جدا، وكمان لونها حلو جدا مش محروقه. واخده اللون الحلو اللي هو الذهبي، مش الذهبي، البني الحلو ده. وطلعتها حطيتها طبعا في الطبق، وحطيت طبعا الزبادي على الخيار. حطيت عليه بس شويه سماق كده من فوق لون كده. وهنا السلطه بتاعتنا حطيت عليها شويه كمون وشويه ملح، وعصرت عليها نص ليمونه. وهغرف بقى الخضار السوتيه بتاعنا، حلو جدا، واخد اللون البني المكرمل ده. شكله حلو قوي. طعمه كان كمان حلو جدا جدا جدا. الاكل كان خفيف وحلو قوي، تاكلي مهما تاكلي منه. اولا ما يبقاش تقيل على معدتك، ما يخليكيش ان انت عايزه يا دوبك كلتي وعايزه تنامي. لا، حلو الاكل، خفيف وصحي، جربيه بالطريقه دي ان شاء الله باذن الله يعجبكم. اقول لكم بقى في رعايه الله وحفظه، ونتقابل في فيديو جديد بوصفه جديده. ماما بحكم ما بخشوش واخا، بقول لكم باي باي. متنسيش اللايك.